والله أنا بقيت أتشائم من اللايفات اللي باطلعها لماتشات النادي الأهلي، يعني كل الماتشات اللي باطلعها النادي الأهلي لا بيتعادل فيها يا بيخسر يا بنطلع بفضيحة، والواحد بيبقى قاعد في اللايف يعني على آخره بجد. أنا بيبقى أعصابي خلاص مفيش أعصاب وبوصل لمرحلة بتبقى صعبة جدا. يمكن الناس اللي بتتفرج على اللايفات هي اللي بتشوف الواحد بيبقى واصل لحالة عاملة إزاي. فأتمنى النهارده اللعيبة تبقى رجالة، يعني النهارده ما فيهاش يعني على رأي أحمد بير لما قال لك ما ينفعش، يعني النهارده ما ينفعش، أنت لازم تكسب، يعني لازم تكسب مالهاش حل تاني. فاتمنى اللعيبه تبقى رجاله. انا قلت خلاص، انا بالنسبه لي ستروب ده خلاص، يعني الموضوع خلاص بالنسبه لي، انا كده كده مش مستني منه لا كوره ولا مستني نتيجه ولا اداء ولا مستني اي حاجه. انا بقى مستني ان اللعيبه تبقى رجاله، ان احنا نكسب النهارده ان شاء الله وما نطلعش من المنافسه وما نطلعش بموسم صفري. فان شاء الله النهارده هكون معاكم لايف، وسامحوني بقى يعني عشان انا شكلي وش وحش. هكون معاكم لايف ان شاء الله النهارده الساعه 8 الا ربع، ماتش النادي الاهلي وسموحه. ولو الاهلي خسر لا قدر الله وتعادل، انا مش هطلع لايفات تاني. انا مش بس مش هطلع لايفات، انا هقفل القناه خلاص على كده.